السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير وسعادة. وحشتوني جدا جدا جدا، يعني من هنا لحد بكرة. وحشتوني قوي قوي. عايزة اقول لكم هنعمل مع بعض النهاردة طاجن السعادة بثلاث معالق من الدقيق بس. ايوه، زي ما سمعنا كده بالظبط، انت سمعتي صح. هنعمل طاجن السعادة، هنعمل الاتنين طواجن دول بثلاث معالق دقيق بس. والله شوفي بقى، هنعمل احلى طاجن وبجد الطريقة تحفة. صلي على رسول الله. يلا نشوف الطريقة والمقادير على طول. يلا صلي على الرسول. معايا هنا 3 معالق من الدقيق. اجواء رمضان بقى، واللهم بلغنا رمضان. ما تنسيش صلي على رسول الله. ومعايا معلقة من الكاكاو الخام. اهم حاجة في الكاكاو الخام ان هو يكون اسباني، يكون من الغامق. ومعايا هنا معلقة كبيرة من السكر، انا ضفت 2 لاني ضايفة معلقة صغيرة. تمام. فمعلقة كبيرة من السكر. وهضيف نص معلقة من البيكنج باودر. وهقلب الدقيق مع الكاكاو مع السكر مع البيكنج باودر. ونقلب كده بالشكل ده، كده المواد الجافة بتاعتنا. شايفين؟ لا اسهل ولا ابسط من كده. هنخليهم بقى على جنب ونعمل المواد السائلة. معايا هنا بيضة وهضيف عليها الفانيليا. ودايما بحب اذكرك انك تذكري الله. وهضرب بقى كده اهوت. لا لسه مش هنضرب دلوقتي، معلش اصل احنا اتعودنا على الضرب. معايا 3 معالق من اللبن. وكمان هضيف 3 معالق من الزيت. يبقى كده المواد السائلة هتكون ايه؟ بيضة، واحد ظرف من الفانيليا، 3 معالق من اللبن، 3 معالق من الزيت. هي دي المكونات السائلة. وهنبتدي ان احنا نقلبهم كويس جدا بالمضرب اليدوي. وكل ده من غير لا مضرب كهربائي ولا اي حاجة خالص. كل حاجة سهلة وبسيطة. اوعي تصعبي حاجة على نفسك. هنضيف بقى المواد السائلة دي على المواد الجافة وهنقلب بالشكل ده. هنعمل ايه؟ هضيف بس اضافة بسيطة جدا. هضيف معلقة من النوتيلا. على فكرة هي هتفرق معاكي في الطعم، لو مش موجودة خلاص، لكن هتفرق معاكي كتير جدا. لو عندك جناش مفيش مشكلة. عندك شوكولاتة ممكن تبشريها كده وتحطيها، بصي هي بتديكي طعم رائع. ومعايا بقى الخليط كده اهو، هضيفه على 2 من الطواجن. هقسم الخليط بتاعي، وخلي بالكم بنقسم الخليط عشان بنخلي كمان جزء فاضي كده من الطاجن عشان ارتفاع الكيكة. هحاول طبعا انزل كل ده بالشكل ده. وهندخلها بقى الفرن، بس هضيفها في صينية، مش هحط الطاجن كده، هحطهم في الصينية وادخلهم على الفرن على طول. وطبعا انا مشغلة الفرن من قبل ما ابتدي في اي حاجة خالص. احب اذكرك انك تذكري الله. بصوا بقى بعد ما خرجنا الكيكة، بصوا عالية معانا ومرتفعة وجميلة ازاي. وكمان اختبرتها ولقيتها تمام التمام. هنا بقى عندي النوتيلا. ده طاجن السعادة، لازم ندلعه كده ونخليه كله شوكليت كده، بيبقى تحفة جدا. هضيف بقى ايه النوتيلا بالشكل ده. لازم طبعا تضيفيها وتخلي الطاجن كله نوتيلا كده. بتلاقي يعني عشاق الشوكولاتة بيحبوا الطاجن السعادة ده جدا، لانه بيكون كله غني بالشوكولاتة. احب افكرك دايما انك تذكري الله. وهنا بقى ايه؟ بنزين بقى التزيين العادي خالص. اي تزيين بقى يجي على بالك. لو مش حابة ان انت تزيني براحتك خالص. عايزة عندك حاجات وتقدري تزيني بيكون افضل. عندك بقى ايه؟ شوكليت شيبس. عندك كريسبي. اي حاجة عندك تقدري تضيفيها. وكل حاجة بتكون بالشوكولاتة. عايزة بقى تعملي
عندك اي الوان تانية، عندك شوكولاتة بيضة، عندك براحتك خالص. المهم التشكيل ده بقى بتاعك انتي. هنا انا عندي كريسبي، حبيت ان انا اضيفه بالشكل ده، وكمان كان طعمه رائع. احب افكرك اذكري الله، وما تنسيش تدعيلي دعوة حلوة، وما تنسيش اللايك الحلو بتاعك. وكمان انا بقالي فترة مش بنزل فيديوهات، بس اول ما عملت حاجة حلوة كده حبيت ان انا انزلها لكم عشان تدعولي دعوة حلوة. وما تنسوش دايما تدعولي بالعين اللي راشقة تبعد عني. تبعد عني وعنكم يا رب العالمين. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب أكون قدرت أفيدكم حتى لو بحاجة بسيطة، ويكون التجربة عجبتكم أو الفيديو نفسه عجبكم. وبجد جربوه، من الحاجات الحلوة والسهلة جدا جدا بجد والله. وهتعجبكم كمان. وتقدري تستخدمي بدل النوتيلا جناش بيكون برضو حلو قوي. وفي جناش اقتصادي انا عملته معاكم قبل كده. ما تنسوش دعموني باللايك الحلو والدعوة الجميلة بتاعتكم. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في امان الله.